واحد السيد ناض في الصباح غادي للخدمة دار كسيدة، فاق لقى راسو في الطبيب، لقى رجليه مقطعة، بقى فيه الحال، بدا كيبكي وكيتأسف. شوية دخلت عليه واحد البنت زوينة، سولها شكون نتي، قالت ليه انا اللي درت معاك كسيدة بسببي تقطعات رجليك، وانا مستعدة ندير معاك اي حاجة بغيتيها. بقى فيه الحال وبدا كيبكي. شوية هز التليفون وعيط لخطيبته، قال لها راني درت كسيدة ورجلي تقطعات، وهي تسالي معاه وفتخات الخطوبة. من بعد عرف بلي جاتو السلعة للعسكر، من بعد عرف بلي خطيبته اللي كانت معاه عاقم وما كتولدش، هذيك اللي دارت معاه كسيدة كانت غنية وضميرها ما ريحاش، قررت تزوج بيه باش ترعاه وخلاتو مسؤول على الاملاك ديالها. هز يدو للسما وقال الحمد لله عوضتيني بانسانه صالحه ونجيتيني من ديك الخطيبه. وزاد حمد الله فسمع بلي صحابو اللي مشاو للعسكر كلهم ماتوا. وزاد حمد الله حيت كان خدام غير عامل في شركه، ولا صاحب شركه واملاك. بعد المرات الله كيحيد لنا شي حوايج عزاز علينا بزاف، حيت شاف شنو غيوقع لنا في المستقبل. كتظن بان الله مشى لك ولكن في الحقيقه هو نجاك. السلام عليكم.